فاكرين رأي إبراهيم اللي كانت مع محمد عبد الوهاب في فيلم وكانت بتقول له يا دكتور ضرسي بيوجعني، ولا ماليش فيه يا ست انتي أنا حكيم عيون. هي دي رأي إبراهيم، واللي كانت من أهم جواسيس ولاد العم. اسمها الحقيقي راشيل إبراهام ليفي، وولائها الأول والأخير كان لولاد العم، برغم إن هي كانت نجمة مشهورة جدا في فترة الأربعينات. اتنازلت عن الجنسية المصرية وكانت بتدعم الكيان بشدة، لدرجة إن هي ساعدت اليهود في كل أنحاء العالم إنهم يدخلوا فلسطين بعد حرب 1948. وبعد حرب 1952 قررت راشيل أو رأي إبراهيم إنها تسافر للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك قامت بأقذر عملية من عملياتها، وهي اغتيال العالمة المصرية سميرة موسى. وده بعد ما اتقربت ليها جدا وجرت معاها صحوبية قوية جدا عشان تقدر تاخد المفتاح بتاع شقتها. وبكده قدروا يدخلوا الجماعة إياها ويصوروا المعمل والأبحاث بتاعة العالمة المصرية سميرة موسى. وبعد ما صوروا كل ده قرروا تصفية العالمة المصرية في حادث مدبر عام 1952. أما سوريا فخر الست الطيبة الكبيرة دي اللي كانت بتطلع في دور الجدة والدادة والأدوار الطيبة زي ما انتوا فاكرينها، كانت من أشرس المدافعين عن الكيان الصهيوني. الحقيقة هي من أصل لبناني، وأبوها كان تاجر قماش بس كده وكده، يعني كان واخدها زي ستارة كده يتدارى بيها، عشان كان من الجماعات الصهيونية الإرهابية اللي بترتكب أشياء خارجة عن القانون. أما هي بقى فأعلنت إسلامها الوهمي في مصر عشان تقدر يكون ستارة ليها برضو لأعمالها التخريبية. وكانت مشهورة سوريا فخري بالبخل الشديد جدا إلى جانب كرهها الشديد للمسلمين والعرب. قررت فجأة كده وبدون مقدمات إنها تسافر للكيان الصهيوني اللي كان موجود في فلسطين وقتها، وكانت مخبية كمية متفجرات في حديقة المنزل بتاعها، بس كانت كمية محترمة كانت بتدعم بيها الجماعات الإرهابية والتخريبية في مصر. ولما قررت تسافر قالت بقى تطلع الحاجات دي وتاخدها معاها يمكن تنفعهم برضو، ولكن وهي بتطلعهم انفجروا وخلوا جثتها أشلاء، ومحدش عارف إن هو يجمع جثتها ولا يشوف لها أي ملامح. يلا أحسن برضو أهي خدت الشر وراحت. ودول كانوا أهم 2 من جواسيس السينما المصرية اللي كانوا بيدعموا ولاد العم.